نهاد فيصل. طيب يعني هاد شغلك كان كيف الامتحان؟ والله العظيم يا جماعة يعني الامتحان أنا ما برأي قايلة صعب. تمام، أول حاجة طريقته ما مباشرة. تمام، وهم يبقوا علينا حاجتين، الامتحان والمراقبة. ما في زول يتعاطف معانا، في حجرات فكوا ليها، حجرتنا بالذات ما تفكت، ويعني ما ممكن يتفكوا الناس كلها يتشدبوا مع الناس كلها. والامتحان طريقته ما مباشرة، ما ممكن صورة النور احفظوا الامتحان كله ما جاي من صورة النور أساسا. السبوتين حضرنا سبوتين وين ب 500 جنيه، ما في حاجة ضربت. طيب هذه استغفري. استغفر الله، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. المراقبتين الراغبون جوا في القاعة، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. السلام عليكم، ان شاء الله طيبين وان شاء الله تكونوا بخير ونعيم في هذا الصباح. كلكم طبعا شاهدتوا الفيديو وشفتوا اللي حصل في موضوع امتحان الشهاده السودانيه. للاسف الشديد الموضوع يعني كارثي، يعني للاسف الشديد بوضح لك انه معظم الطلبه ديل معتمدين على البقره، يعني ما معتمدين على القراءه. يعني تخيل طالب عمره 16 ولا 17 سنه بيعتمد على البخارات ويعتمد على الغش والاحتيال، حياته مبنيه على الغش والاحتيال، بيأسس دخوله للجامعه او المرحله التعليميه على الغش والاحتيال. ده حينفع المجتمع كيف؟ يعني حينفع وحيقدم للمجتمع كيف؟ يا جماعه نحن والله صراحه وصلنا مرحله ما عارف الواحد يقول فيها شو. يعني مرحله بقى بالنسبه لنا الغش والكذب والحاجه. الزول اللي ما بكذب ده شايفينه قبل، شايفينه على نياته زي ما هو. زول ما بكذب، زول ماشي كده بالطريقه الظهريه، لا بقول لك ده جنيه انا سايد، ده ما ناقش حاجه، ده اللي قاعد يحصل. انا الرساله دي بوجهها لولاة الامور في المجتمع السوداني. الناس يا جماعه تهتم بابنائها وتعلمهم الصحيح من الخطا، تعلمنا الحلال من الحرام، تفهمهم الحاجه دي كويس. انت نجحت جبت 90، لكن 90 دي ما جايبه بمجهودك، تسرق مجهود غيرك. في طلبه هل تعبوا عليهم وشغالين بيذاكروا وانت تجي بالبخرات، وكمان بيجاهروا بالحاجه دي، يعني بيجاهروا بالشدة. ده شيء صراحه ما لا يرضى الله ولا يرضى الرسول، وشيء ما مقبول اصلا. يعني نحن بقينا للدرجه دي انه الواحد يجاهر بالحاجه دي. يا اخي انت ولدك ده وعيه ولا يا اخي والله جيب لي 50 بمجهودك وبيعرفك افضل من تجيب 90 وتخش الجامعه وبنصب وباحتيال. لانه ده مشروع كبير، مشروع لفساد، مشروع لحاجات كبير، حاجات كتير. خليه يحس بينه وبين نفسه يا اخي والله انا اذا ما قريت واجتهدت ما حانجح، واذا اعتمدت على البخارات ده غش، وبالنسبه لي الحاجه دي ما صح. يحس الحاجه دي نفسيا، يحس بنفسه كده كانه اجرم في حق نفسه حق المجتمع. لكن للاسف الشديد ده كله اللي حصل. والذي جاب 90 والذي جاب 80 والذي جاب اول الشهاده السودانيين وبالطريقه دي. الناس تفتخر بابنائها وابنائها كلهم عارفينهم بالبخارات، وكمان واحدين يصوروا لهم ولا يصوروا مع الحاجه اللي ما حافظها. عندك 360 يوم شغال بتقرا فين، وين مشت؟ احنا يا جماعه والله دي ظاهره لازم تتحارب. كمان يعني بيجاهروا بها، يعني الواحد زعلان انه يا اخي كده كانه ما سوى حاجه غلط، انه المراقبه مراقباها وانه البخارات ما خلتها تطلعها وكلام زي. يعني لو ادوهم فرصه انه الواحد يشوف من الثاني بيشوف عادي، ما عندهم مشكله. ادوهم فرصه الواحد يخش بالكتاب ما عندهم مشكله. ادوهم فرصه الواحد يخش بتليفونه ما عندهم مشكله. ممكن تتصل لها العديل، الو يوم كيف السطر الفلاني الماده الفلانيه عليك الله افتح الصفحه كده رقم كده وريني الاجابه بتاعت كده. ده اللي حيحصل. وامها عادي تساعدها وابوها عادي يساعدها، لانه زي ديل خساره صراحه في المجتمع وضرر كبير للمجتمع. المهم دي رسالتي ان شاء الله توصلكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.